تستنى معجزة. أسوأ شعور إنك تشتغل وتتعب آخر الشهر ما تستنى راتب، تستنى معجزة. في فلسطين الناس كل يوم تصحى وبتسعى وبتشتغل وبتتعب، وهي من جواها عارفة إنه آخر الشهر ما في راتب يكفيها، مش لأنهم قصروا ولا وقفوا شغل، بس لأنه حياتهم صارت معلقة بقرارات أكبر منهم بكتير. الموظفين والعمال كانوا يعتمدوا على الشغل عشان يعيشوا بكرامة، وفجأة كل شيء انقطع. والوجع مش بالجيبة، الوجع بالكرامة. لما تكون عم تعطي وتبذل بس ما في حدا حاسس فيك، ولا حدا شايف وجعك، ولا حدا فاهم شعورك أمام مسؤولياتك وأبنائك اللي بيستنوا منك طلبات كتير وبيحلموا عن طريقك بالمستقبل. الناس يمكن ساكتة، بس هذا السكوت مش علامة رضا، السكوت علامة تعب. هذا وجع حقيقي وبيستحق إنه ينحكى. ويمكن ما نقدر نغير كل شيء، بس على الأقل ما نمر عن هيك وجع كأنه عادي.